مقارنة عسكرية بين أمريكا والوطن العربي أي الدول العربية من ناحية عدد السكان. في الوطن العربي 403 مليون نسمة، في أمريكا في 332 مليون نسمة. عدد العسكريين في الوطن العربي 4 مليون جندي، في أمريكا 2 مليون جندي. القوات الفاعلة في الوطن العربي 2,100,000 جندي، في أمريكا 1,400,000. القوات الاحتياطية في الوطن العربي 954,000، في أمريكا 846,000. القوات الردفية في الوطن العربي في 980,000 جندي، في أمريكا 0. قوة الطائرات في الوطن العربي 5,115 طائرة، أمريكا 13,000 طائرة. الطائرات المقاتلة الوطن العربي 1,143 طائرة، في أمريكا 1,956. طائرات هجومية خاصة في الوطن العربي 311، في أمريكا 761. طائرات النقل الوطن العربي 353 طائرة، في أمريكا 945. طائرات تدريب الوطن العربي فيما يقارب 1264، أمريكا 2765. طائرات مهام خاصة في الوطن العربي 92 طائرة، في أمريكا 749. طائرات الوقود الوطن العربي 46 طائرة، في أمريكا 625 طائرة. المروحيات الوطن العربي 1909، في أمريكا 5436. مروحيات هجومية الوطن العربي 409، في أمريكا 904. دبابات الوطن العربي في 15 دبابة، في أمريكا 6100 دبابة. عربات مدرعة في الوطن العربي فيما يقارب 68، أمريكا 40 عربة 40,000. مدافع ذاتية الوطن العربي في 4075، أمريكا 1500. مدافع يدوية الوطن العربي 6034 مدفع، في أمريكا 1340. راجمات صواريخ في الوطن العربي 3373، في أمريكا 1365. عدد القطع البحرية في الوطن العربي 1212، أمريكا 490. حاملات الطائرات في الوطن العربي 0، في أمريكا 11. حاملات المروحيات الوطن العربي 3، في أمريكا 10. المدمرات في الوطن العربي 0، في أمريكا 92. الفرقاطات في الوطن العربي 32، في أمريكا 0. الرادات في الوطن العربي 41، في أمريكا 21. غواصات في الوطن العربي 16 غواصة، في أمريكا 68. سفن دورية في الوطن العربي 577، في أمريكا 13. مضادات ألغام الوطن العربي 25 35، في أمريكا 8. الإنتاج النفطي في الوطن العربي 26.7 مليون برميل يوميا، في أمريكا 11 برميل يوميا.
11 مليون. الاستهلاك النفطي في الوطن العربي 8.3 مليون برميل يوميا، أمريكا 20. الاحتياط النفطي الوطن العربي 718.4 مليار برميل، أمريكا 35 مليار. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أعطينا لايك، سوي مشاركة لأصحابك، سوي متابعة للصفحة، ونشوفكم في الفيديو الجاي.